السلام عليكم. خليني اقول لك حاجه يمكن اول مره تسمعها. لو انت مش فاهم انجليزي غالبا المشكله ممكن ما تكونش فيك لوحدك. من وانت في اولى ابتدائي وانت بتدخل حصص انجليزي بس حاسس انك غريب، مدرس بيشرح والكتاب مليان كلام وانت واقف تتفرج، وكبرت والانجليزي كبر معاك بس الفهم لسه عيل صغير. فرحت انت قايل ايه؟ انا غبي، انا مش لغات، الانجليزي ده مش بتاعي. بس خليني اصدمك بالحقيقه اللي معظم الناس مش هتقولها لك، ان 90% من اللي فشل بسبب الطريقه اكتر ما بسبب قدراته هو. وانا هقول لك ليه. 3 اسباب يخلوك ما تفهمش انجليزي. السبب الاول، اتعلمت قواعد من قبل ما تسمع تفهم تحس اللغه. السبب الثاني، كل الكلام كان احفظ ازمنه، احفظ كلمات، احفظ جمل بدون ما حد يقول لك استعمل او فكر او جرب. والسبب الثالث ان عمرك ما بدات من الصفر الحقيقي. دايما كان يتقال لك ايه؟ انت اكيد فاهم الحته دي، ده اتشرحت لك وانت صغير، بس الحقيقه مفيش اساس. كل مره تسمع كلمه present simple تحس كده بتؤلف قلبك، بس خلي بالك لما تسمع الكلمه دي او اي كلمه ثانيه وتحس فعلا الموضوع تقيل، افتكر ان المشكله ممكن ما تكونش فيك لوحدك. اللغه مش ذكاء بس اكتر من كونها عاده، اللغه عاده، والانجليزي مش مجرد ماده، دي مهاره بتكتسب. وعلشان كده جبت لك سلسله انجلش فروم زيرو. احنا هنا هنمشي واحده واحده، هنفترض انك مش فاهم حاجه خالص، مش بس هنحفظك ولا هنستعرض عليك، لا احنا هنبني بالتدريج كانك بتتعلم تتكلم، مش مجرد انك داخل امتحان. وخليني اقول لك، لو عمرك حسيت انك فاشل في الانجليزي فالسلسله دي معموله علشانك، وحتى لو ما حسيتش برضه السلسله دي علشانك. هنبني بالتدريج واحده واحده مع بعض، بس المره دي هنبني من الصفر وهنبني صح.